ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، بقول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أيضا إلى غاية الكعبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الكعبين. أول من أمر الناس بغسل الرجلين الحجاج بن يوسف الثقفي. فين دي بقى؟ في الطبري، اللي هو يعني تبعكم، يعني تبع الشيعة؟ لا مش تبعنا. أنا عايز أقول لكم معلومة عن الطبري المسكين. أنتوا تعرفوا إن رعاع الحنابلة قعدوا يومين ثلاثة مش عارفين يدفنوا الطبري فين، لأنه اتهم بالتشيع، لحد ما دفنوه في بيته المسكين. مش عايزين يدفنوه في مقابر المسلمين. ليه؟ لأنه جمع أحاديث في فضائل الإمام علي وفي غدير خم مش عاجبهم. الشاهد إن ينقل الطبري رواية أن أول من أمر بغسل الرجلين هو الحجاج، فقال إني وجدت الرجلين أخبث من الوجه ألا فاغسلوا أرجلكم. يرد أنس بن مالك في الحديث فيقول إيه؟ كذب الحجاج، نزل القرآن بالمسح ومسح رسول الله. طيب بعد بقى ما قلت الكلام ده كله، أنا بقول لإخواني أهل السنة، إخواني وبني جلدتي، لو بعد ما سمعت هذا الكلام رحت غسلت رجلك متعمد في الوضوء صلاتك بطلة. ليه؟ لأن الله أمرك بمسح الرجلين. هل وجدنا حد من المسلمين بيغسل راسه؟